لحضراتكم مرة تانية وبرنامجكم صباح القاهرة، وبيسعدنا يكون معانا ومنورنا الشاعر عبد الستار سليم، وهو شاعر وناقد وباحث في التراث، وله عدة دواوين شعرية بعضها بالفصحى وبعضها بالعامية وأيضا بعضها بفن الواو. أهلا بيك. أهلا بيكي. وإزي حضرتك؟ والسادة المشاهدين أهلا وسهلا. فن الواو، إيه فن الواو ده يا فن؟ فن الواو ده فن شعري شعبي واتولد في جنوب مصر، في اللي هي أقصى الصعيد، احنا كنا بنسميه كصعايدة الصعيد الجواني. وهذا الفن بيتقال باللهجة الصعيدية. وميزته انه هذا الفنان الذي ابتدع اللون ده من الجوال عبد الرحمن الأبنودي شاعر لا يا كبير. فندم، لا عبد الرحمن ملوش اطلاقا في فن الواو. لا بس كان عبد الرحمن يعني بيكتب مربعات وبيكتب شعر عامية. لكن فن الواو ده ينسب إلى شخص من قنا اسمه أحمد بن عروس. أحمد بن عروس اللي هو قال لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم، أسود على كل ظلم. أنت حافظها اهو. طبعا دي جمل. هذا يتكون من بيتين شعريين. البيتين الشعريين فيهم 4 شطرات: لابد من يوم معلوم تترد فيه المظالم، أبيض على كل مظلوم، أسود على كل ظالم. دول 4 شطرات. من أجل ذلك بيطلق على هذه الجوالة أو الجولة، احنا في الصعيد بنسميها قولة، اسمها المربع لأنها مكونة من 4 شطرات. وهذا الفن من عبقرية الفنان اللي أبدعه. على فكرة الفنان اللي أبدعه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. من أجل ذلك أنا بقول إن الشعراء دول اسمهم قوالين، بيقولوا الشعر. فالقوالين دول كان يقف بين الناس ويقول وقال الشاعر، وقال الشاعر ولا حد خالي من الهم، حتى قلوع المراكب اوعى تقول للندل يا عم لو كان على السرج راكب. وبعدين يسكت ويقول وقال الشاعر. ليه بيقول وقال الشاعر؟ هو مش عايز يقول أنا اللي بقول، لأنه هو كان هذا ينقد الحاكم المملوكي، لأنه هذا الفن ابتدع في عصر المماليك والأتراك أيام ما كانوا بيحكموا مصر. والصعيد انت عارف حضرتك والسادة المشاهدين عارفين انه الصعيد ما كانش فيه بنية أساسية ولا تعليم ولا زراعة ولا صناعة. علشان كده كانوا بيقولوا ان الصعيد طارد لأبنائه. يقول واحد فيهم يحط خلقاته في صرة كده ويقول له رايح فين؟ يقول مبحر. مبحر يعني رايح القاهرة ألاقي شغل يعني. أيوة. وعلشان كده كان بيقولوا وقال الشاعر. لما كثرت واوات العطف كل ما يقول قطعة يقول وقال الشاعر، ما ينسبهاش لنفسه. أيوة. علشان ما يقعش تحت طائلة القانون، لأنه ممكن حد يقول له أنت بتشتم الحاكم المملوكي يعني. فكان يقول وقال الشاعر وقال الشاعر، فكثرت واوات العطف فأطلق عليه فن الواو. يعني هو أصلا مربعات، أطلق عليه فن الواو. طيب. وعلى فكرة له خصيصة معينة، انه اخذ بحر شعري معين للناس المتخصصين يعني، وقفي بطريقة معينة. يعني انا بقول من كلامي انا، اول كلامي حصل لي على الغزالة مشتله، واحكي على اللي حصل لي وزرع همومي في مشتله. شوف حضرتك، حصل لي وحصل لي ومشتله ومشتله، كلمتان تنطقان صحيح. بنفس الكيفية لكن تختلف في المعنى. بالظبط كده. وده بيسموه الجناس التام في اللغة العربية. تمام. حضرتك أكيد طبعا احنا يعني على مدار شهر أكتوبر بنبقى بنحتفل بشهر النصر، وحضرتك يمكن كتبت أشعار كثيرة جدا لنصر أكتوبر العظيم. يا ريت أسمع حاجة عنه. ماشي. الحقيقة أنا كنت كاتب صورة شعرية، صورة غنائية عن أكتوبر، لكن أنا لي حفيد قال لي أنا عايزك تفهمني أو تقولوا لنا إزاي أكتوبر. فقال لي عايزك تكتب لي قصيدة أو تبدع لي قصيدة تكون في مستواي أنا ومستوى زمايلي في المدرسة. صح. فكتبت لهم قصيدة أرجو أنها يعني تبقى كل اللي قرأوها قالوا ليه ما تتقررش على الصفوف الابتدائي دي. بيقول إيه؟ في ذكرى حرب أكتوبر: الله أكبر يا جنود، فلقد وفيتم بالوعود. الله أكبر يا جنود،
فلقد وفيتم بالوعود يا جند مصر وفخرها، أنتم على الأعداء أسود. والله أكبر في اللقا، والله أكبر في اللقا دوت كما صوت الرعود. الله أكبر أربكت جيش الصهاينة اليهود. يا جيش مصر ودرعها، حطمت برليف اللدود، وهزمت إسرائيل والدنيا على هذا شهود. أكتوبر الشهر العظيم بنصركم نال الخلود. أكتوبر الشهر العظيم بنصركم نال الخلود، وعبرتم وحضنتم سينا ورفرفت البنود، وبذلتم الأرواح والدم كي تعود أجيال مصر لها الكرامة، والشهيد له الخلود، والشهيد له الخلود. الله. نعم. الله. نعم. فعلا كلماتها سهلة وبسيطة وتصل إلى القلب بشكل كبير. وتناسب الفكر الصغير. حضرتك كان ليك بعض الأشعار اللي لحنها محمد الموجي وإبراهيم رجب وعبد اللطيف التلباني، يمكن أشهرها إيه يا فندم؟ لأن برضو أشهرها قصيدة، وعبد العظيم عويضة لحن قصيدة اتعملت في فيلم الظلال في الجانب الآخر اللي أخرجه المخرج الفلسطيني غالب شعث، بتتكلم عن الشعب المصري متمثلا في نهر النيل. بتقول: النيل مسافر من زمان زي الزمان، بين الجنادل تجرحه لكنه عارف مطرحه. النيل مسافر من زمان زي الزمان، بين الجنادل تجرحه لكنه عارف مطرحه. وتسيل دموعه في الغطان، ويلمها ساعة الحصاد حزمة عدان. النيل ده عمر، النيل ده عمر، ممكن يطول بيه السفر، ممكن يعوك سكته مليون حجر، ممكن يتوه، ممكن يلف، المستحيل انه يجف، المستحيل انه يجف. دي غناها محمد حمام الله يرحمه. الله يرحمه. طيب كمان يمكن انا زمايلنا بيقولوا ان حضرتك يمكن من متابعتك لينا خلال الهوا نعم. كنا بنتابع وبنتحدث عن العاصمه الاداريه الجديده، وحضرتك يمكن ارتجلت شعر نعم. الان. نعم. واحنا شغالين على الهوا حضرتك قمت بارتجال الشعر. حصل بقول: احلى العواصم ما يبنى على مهل، تلك الإدارية الغراء نبنيها، إنجازها لا تدانيه مطاولة، فنعم شعب أتى أقصى أعاليها. أنا ما كتبتش عن العاصمة الإدارية فقط، أنا كتبت كمان عن قناة تانية، قناة السويس. ليه؟ حقيقة يعني إحنا الشعر لابد أن ينفعل بأحداث العصر ويسجلها، لأنه الشعوب بنعرف قيمتها وفنونها من خلال الأشعار، من خلال الأغاني. يعني أنا بقول موال للكنال الثانية، أنا بسميها الكنال زي بتوع السويس ما بيقولوا، بيسموها الكنال. 5 أغسطس بدت قصة كنال تانية، وتحدد الحفر بالملي وبالثانية. مصر اللي طول عمرها صحبة ايدين بانية، قامت وايدها في ايده فجروا الدلاميت، عيوشة واحمد ومتولي وابو رانيا. كانوا ملتفين حوالين الرئيس في طبعا شيء عظيم وشيء رائع طبعا. يعني نحن في عصر الانجازات القوية يعني. نعم. أكيد. حضرتك طبعا حصلتوا على العديد من الجوائز، ويمكن من كمان يعني زي ما بنقول زي الدولة التشجيعية وغيرها من الجوائز. يعني تحدثني عنها قبل كمان، ما عايزة أعرف من حضرتك بعض المعلومات الخاصة عن الموال والموشح، إيه الفرق ما بينهم، وفن الواو. يعني الثلاثة برضو قريبين من بعض، لكن عايزة أعرف أتكلم بقى عن الجوائز الأول اللي حضرتك حصلت عليها. الحقيقة أنا حصلت على كثير من الجوائز في مصر وفي خارج مصر. أشهرها طبعا اللي احنا بنفخر بها جوائز مصر طبعا، جائزة الدولة التشجيعية. وعلى فكرة أنا حصلت على جائزة الدولة التشجيعية عن ديوان بالفصحى،
يعني أنا كتبت الفصحى اه كما كلنا كتبنا. عبد الرحمن كتب الفصحى، الأبنودي طبعا. وسيد حجاب وصلاح جاهين وفؤاد حداد، كل الناس دي بدأت شعراء فصحى، لأن احنا تربينا في مدرسة شعر الفصحى. ثم وجدنا أنه في شريحة من الناس، وخصوصا لما مصر مترامية الأطراف طبعا. وفي الصعيد وفي السواحل وفي الشمال والجنوب، وجدنا أن في شريحة كبيرة مش قادرة تستوعب اللغة الفصحى. ايوه ايوه نعم. ثقيله. فقلنا الله، لو احنا شعراء حقيقيين طب ما نكتب للناس دي بلهجتهم. واللهجة العامية مش سبة ولا عيب، صح. لأنها اللهجة العامية إحدى بنات الفصحى. فكتبت شعر عامية، جربت أكتب شعر عامية لأهلي وناسي في الجنوب، وانبسطوا منه كده، وبعدين إلى لدرجة أن أنا أصبحت الآن محسوب من قبل وزارة الثقافة على شعراء العامية. يعني لما يكون أي حد عايز يدخل اتحاد كتاب كشعر عامية ولا بتاع، يحولوا لي أنا الدوام بتاعته أقيمها يعني. أيوه. ثم من خلال كتابتي لأغاني مسرحيات الثقافة الجماهيرية، حاولت المخرج، أحد المخرجين قال لي ما تيجي نغير في شكل الأغنية، يعني ما تبقاش مطلع وثلاث كوبليهات اللي هو الفورم التقليدي للأغنية. أيوة. قلت له طب سيبني يعني أرجع لمكتبتي وأشوف. فلما رجعت لمكتبتي وبدأت أقرأ في كتب التراث، وجدت فورم اللي هو في ابن خلدون، مقدمة ابن خلدون، باب كده اسمه باب الموالية. الموالية اللي هي الموال، مصر أيوة. بسميه الموال. الموال فعلا أتانا من بغداد لما الموشحات أتتنا من الأندلس، وكانت مصر محط الرحال لكل هؤلاء صحيح. الناس. وخصوصا أن الأزهر، مصر بلد الأزهر طبعا، العلماء ولما أتى الموال من العراق أتى رباعي. موال رباعي يعني له 4 شطرات. مربع مربع شو انا عرفت زي شعر الواو. ايوه بالظبط. يعني ايه الفرق بين الموال وفن الواو؟ انه فن الواو على بحر، وفن الموال على بحر تاني. لكن الاثنين مربع 4 شطرات. 4 شطرات. ده كمان فيه الرباعيه اللي كان يكتبها صلاح جاهين. طبعا رباعيات طبعا. وفي عندنا العدوده النسائيه اللي هي التعديد على الميت. نسوان الصعيد بيقولوا رباعيه برضه، بس الناس مش فاهمه انها فن. ايوه. فانا بقول مثلا في احد المواويل، عشان حضرتك والساده المشاهدين يقدروا يستوعبوا الموال، الفرق بين الموال بقول قطر الحبايب رسى بس الحبيب ما جاش فيه يعني. ايوه. لا انا فهمتها مجافيه، يعني مش مجافي. لا ده جاي مجافي. ما جافيه. قطر الحبايب رسى بس الحبيب ما جافيه، ضحك عزولي وبصت عينه سام جفيه، سام جوفه يعني. بصت العين يقول لك ده عينه بتطق شرار. أيوة. البصه اللي هي الجمره يعني. ضحك عزولي وبصت عينه سام جفيه، وقال لي خلك قدر على البعد، قلت له هو يجفيني لكن حالف أنا ما جفيه. شفت انا عرفتها والله كنت هقولها. ما هو ده لازم الشاعر ياخد من الناس ويعطيها. صح. يعني لازم الناس، يعني المؤلف لازم يبقى كده. اما رباعيه صلاح جاهين فكانت موضوع تاني على بحر ثالث. طيب الموشح بقى ايه الفرق؟ الموشح احنا لما انا على فكره طلعت دراسه كتاب اسمه فنون الواو والموال والموشح، وربطت العلاقة بين هؤلاء. الموشح عندنا صيغته، الموشح بيبقى خماسي مش رباعي. خماسي يعني ايه؟ يعني فيه موشح مشهور احنا بنقيس به، يعني بيقول أيها الساقي إليك المشتكى، قد دعوناك وإن لم تسمعي، ونديم همت في غرته، وشربت الراح من راحته، كلما استيقظ من سكرته جذب الزق إليه واتكى، وسقاني 4 في 4. الحقيقة علشان نقول أيها الساقي إليك المشتكى في الآخر نقول جذب الزق إليه واتكى. شوف التقفية هي. قد دعوناك إن لم تسمعي وسقاني 4 في 4. هذه التقفية الثانية.
هو ده فن الواو. هو ده فن الواو. ويحط بينهم تمام. 3 شذرات اه. اللي هو جاء كلما استيقظ من سكرته ونديم همت في غرته. نورتنا يا فندم. انا بشكرك جدا على وجودك معانا، أهلا الشاعر عبد الستار سليم، وايضا هو شاعر وناقد وباحث في التراث وخاصة فن الواو. وانا الواو، سعيده نعم، جدا فن بان انا الواو. قابلت حضرتك النهارده، استفدت معلومات هامه جدا عن أهلا الشعر بيك يا والفرق أستاذ. بين الشعر الواو والعاميه، أهلا وايضا كمان الفصحى أهلا والموشح والموال. أهلا بيك. نورتنا. أهلا بيك. شكرا ليك يا فندم. الله